يا ترى ايه علاقة مسلسل المداح بالمسيح الدجال؟ خليني اقول لك ان الجزء الجديد من مسلسل المداح اسطورة العودة هو مسلسل خطير جدا، لانه بيكشف لنا اخطر مخططات لتمهيد الارض من جماعة معينة لظهور الدجال. علشان كده المسلسل بيتحارب جدا من كتير من صفحات السوشيال ميديا الكبيرة عشان خاطر يقنعونا ان المسلسل فيه طلاسم معينة، وده مش حقيقي. والنهارده هاخدكم في رحلة توضح لكم اسرار والرسائل اللي بيحاول يوضحها لنا مسلسل المداح. ظهور تاج، واحدة من الجن العلوي المؤمن، واللي كانت بتساعد صابر في حربه ضد الجن اللي في العالم السفلي. ولكن قبيلة تاج اللي من الجن العلوي المؤمن عملت معاهدة سلام مع قبيلة مليكة اللي من الجن السفلي، وعلشان ترجع تعرف تساعد صابر قالت له انا ضحيت بحاجة كبيرة قوي عشانك، وممكن جدا تكون خسرت جزء كبير من قوتها او كسرت المعاهدة اللي بين قبيلتها وبين قبيلة مليكة، وعشان كده مليكة مش هتسيب تاج في حالها. تبدأ تاج هي والدكتورة نورهان يفسروا لصابر رمز الأفعى اللي شافها في سيوة، إنه إشارة لمعبد مدينة ماضي في الفيوم، لأن المعبد ده فيه رمز الثعبان الأكبر اللي اسمه ننوتت، واللي بيرمز لوقت الحصاد. وعلشان كده تاج قالت لصابر وقت الحصاد قرب، وكل واحد بتقابله في طريقك هو شايل لك رسالة محددة. تاج كان هدفها إن صابر يروح ناحية مدينة ماضي عشان يقابل الشيخ الكبير اللي واضح إنه من فريق الخير، وإنه من أصحاب السر اللي بيساعدوا صابر، وعلشان يوصل له رسالة محددة إن الورث هو الصقر والثلاث إمامات. أما عماد هو قريب من الجن السفلي، واللي محدش عارف هو بيحاول يساعد صابر عشان ينتقم لحق مراته وبنته، ولا مجرد جن شيطاني من فريق الدجال. ومن الجايز إنه يكون بيحاول يعطل صابر عن الوصول لمدينة ماضي عشان ما يقدرش يكمل حربه على الدجال، وجايز جدا يكون بيخدع الدجال وبيحاول يساعد صابر، وعشان كده تعمد وقوفه في المكان ده علشان يقابل الشيخ الكبير اللي من اصحاب السر والكرامه. كل الاحوال مدينه ماضي ما كانتش الهدف الاساسي اللي المقصود ان صابر يوصل، لكن الهدف الاساسي هو كان الوصول للراجل ده، هرم هواره، المكان التاني اللي تاج طلبت من صابر انه يروح يزور. وهرم هواره هو اهم اثر موجود في الفيوم، وفيه متاهه مرعبه تحت الارض فيها اسرار محدش يعرفها. لكن في باحثين كتير في علوم الاثار قالوا ان الهرم والمتاهه فيهم شيء مهم وغامض هيعيد كتابة التاريخ من الأول، لدرجة إن وزارة الآثار اعتبرت إن المتاهة دي سر من أسرار الدولة، ولحد دلوقتي محدش كشف إيه هو السر اللي موجود تحت الهرم في المتاهة دي. طب يا ترى صابر هيلاقي إيه هناك؟ الدجال، وهدفه الأساسي هو هدم الدين. والمسلسل بيوضح لنا الطريقة اللي بيستخدمها هو وأعوانه من الإنس والجن إزاي بيعملوها، إنه بيبدأ يلعب في عقل الناس، وإنه بيحاول يهدم ثوابت الدين في عقل الناس واحدة واحدة. يعني مثلا مش لازم تصلي في الجامع، وواحدة واحدة الشخص يكسل عن الصلاة أصلا، وإن الحجاب مش فرض. والغريب إن في شيوخ كتير مهتمة جدا بالموضوع ده وبتطلع هنا فتاوي بالقصة دي. والغريب جدا إن هما بيلبسوا نفس اللبس اللي بيلبسوا سميح الجلاد في المسلسل، وهو الجلباب الأبيض والشال الأحمر. الهدوم دي رمز من رموز فرسان، واللي مش عارف هما مين يعمل سيرش على اليوتيوب وهيفهم كل حاجة. طب ليه بقى المداح أساسا؟ وليه هو اللي عنده كل الصلاحيات دي؟ وليه هو اللي عارف يتواصل مع الجن؟ تعالوا بقى نفهم يعني ايه الإنسان الزهري، اللي بالمناسبة أنا واحد منهم. والزهري هو عنده علامات معينة، منها مثلا كف الإيد، الخط اللي بيكون مقطوع بالشكل ده كده، ده الإنسان الزهري. وده بيكون ليه علامة منهم العلامات دي، وبتبقى في علامة في اللسان، وفي علامة في العين، وفي علامة في الدماغ من ورا. الإنسان الزهري بيكون قادر يحس بالجن ويتواصل معاهم، وإن هو لو قرب من ربنا بيكون سلاح خطير جدا ضدهم، وهم بيعتبروه إنه من نسلهم. ولكن ده مش حقيقي. دم الطفل الزهري دم مميز جدا، وبيتفتح بيه مقابر الملوك، وبيتفتح بيه بوابات شيطانية خطيرة جدا. ولازم الطفل الزهري ده يكون عنده حد من العيلة من نفس نوعه، يعني زهري زيه. والمداح هو اللي عنده الهبة دي، وعز ابنه الصغير وارث منه، يعني الاتنين زهريين. علشان كده عز قدر يشوف مليكة وقدر يحس بوجودها في المكان. عز هو هدف للدجال وزين ومليكة، لأنه المعهود اللي هيفتح البوابة الشيطانية الجديدة. وللأسف ده بيحصل فعلا كتير. ممكن تعملوا سيرش على اليوتيوب وتشوفوا اللي بيحصل في الأطفال الزهريين.
علشان كده الدكتور سميح اقنع رحاب انها تفضل في بيت اختها مع زين عشان تفضل دايما تحت عينيه، وطبعا عز يبقى تحت ايديهم. ووارد جدا رحاب ما تفوقش غير بعد ما تخسر عز. وللاسف رحاب بتظهر في خلال الحلقه وهي لابسه فستان ابيض واسود، وده رمز من رموز المسجد، وبيرمز لتجمع عالم الانسان العلوي مع عالم الشيطان السفلي. وفي مغنيين كتير ومشاهير بيظهروا في حفلاتهم بنفس الالوان زي مادونا، وبيكون حفلاتهم هي استدعاء للطاقة السلبية وجلب الشيطان. طب الصقر والثلاث إمامات دي الرسالة المبهمة اللي قالها الشيخ في رحلة صابر للفيوم، واللي فيها رسائل مهمة جدا فيها إسقاط على الرحلة الجديدة. الصقر هو رمز لحورس في الحضارة المصرية القديمة، وفي كلام كتير جدا عن إن حورس هو كان الإله الأعور، وإن إنه هو كان شخصية حقيقية وكان هو المسيح الدجال. وبالمناسبة المسيح الدجال اتشك في ظهوره أكتر من مرة حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي هحكيها لكم في قصة تانية إن شاء الله. ولكن من الواضح إن الصقر اللي كان الراجل يقصده هو علامة عن الصقر نفسه وملوش علاقة بالإله حورس، وإن مجرد ظهور الصقر ده عند أي حد ده هيكون علامة إن الناس دي محتاجة مساعدة صابر. وعشان كده الراجل قال له الورث صدقة وعمل الخير. وعشان كده لما راح البيت اللي كان فيه الصقور ساعد الناس بعد ما عالج الراجل من حالة المس، وطلب ان هو يبني لهم البيت. واما الثلاث امامات فده اشارة للسلام وبترمز لسيدنا عيسى، وده فيه اسقاط على حرب النهاية واللي هيكون بين الدجال وسيدنا عيسى، واللي بيها سيدنا عيسى هينهي الارض من شر الدجال. وجايز جدا تكون برضو اليمامات هي اشارة للناس اللي محتاجة مساعدة صابر، وان العمل الصالح والايمان هو الورث اللي هينتصر بيه صابر على الشر في الارض. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، واكون قدرت اوضح لكم الحاجات اللي في ناس كتير ممكن تكون مش فاهمه معانيها داخل المسلسل او الرسائل الخفيه منها. وما تنسوش تدعموني بالفولو واللايك والكومنت والشير، والسلام عليكم.